حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض كده، بصوا فيديو من غير مقدمات. يعني هنعمل مع بعض النهاردة إيه شاورما، سندوتشات شاورما سوري. وهنعمل الشاورما وهنعمل التومية وهنعمل كل حاجة مع بعض خطوة خطوة بالراحة كده مع بعضين. تمام. هنا جبنا كوباية من النشا ومعاها كوباية من المية وحطيناهم على النار، وتقلبي بقى بايديكي كده خالص، تقلبي تقليب مستمر لحد ما تعملي دي كانت عفرايه جت في النشا، مش مشكله، عديها الناس لبعضيها كده. بقى قلبي قلبي خالص مع باكا كده اهو. قلبيها ما تخافيش، هتكتل معاكي ما تخافيش. التوميه في البيت جميله جدا. السندوتش بيتكلف 65 جنيه بره، هتجيبي سندوتش ب65 جنيه. يعني بأسرة فيها 7 أفراد أو 8 أفراد، هتجيبي كل واحد سندوتش ب65 جنيه. هيكلفك قد ايه بقى؟ شوفي اقل حاجه انتي وفرتيها. طبعا ده انا لميت صدور الفراخ، طبعا كل مكان بيتفضل من عندي حته فرخه كنت بحطها في كيس الفريزر، والله مش عيب. جناح، ورك، حته ورك، حته صدر، حته نسيره صغننه، والله العظيم كنت بقوم عينها في كيس وحطها في الفريزر. تمام. وقلت بقى والله اللي عاملاها. والتوميه ما بتكلفكيش حاجه، زبدية وكيسين مايونيز ومعلقتين من الخل ونص ليمونه، دول حبه نشا وحبه ميه، وهتبقى احلى توميه. واربع فصوص من التوم، وهنعمل احلى توميه مع بعض اهو. ولا كلفتنا اي حاجه، كل ده هينزل في الخلاط، هتبقى معانا احلى توميه الوقت. ونحط المعلقتين المايونيز وعليهم الزبدية، وكمان علبة الزبادي دي بعد ما تفضيها امليها ميه وكبايه كمان، دول معلقتين من الخل. وادي الزبدية بتاعتنا. بعد ما تكب الزبدية دي، طبعا كوباية المية انتوا ما شفتوهاش يعني، وانا براجع الفيديو لقيت الحتة دي ما اتصورتش. وفي كمان معانا نص ليمونة اهو. حط نص ليمونة كده واتفرجي بقى على التومية بتاعتك، طعم وريحة وكمية جميلة. والله العظيم اللهم بارك، عملت نص كيلو من التومية بأقل التكاليف. شوفي بقى كلفتني ايه، ولا كلفتني اي حاجة. خلاص كده اهو، هنعمل كل ده في الخلاط اهو. شوفوا الجمال، شفتوا الجمال والحلاوة، جمال اقسم بالله روعة اهو. نفضها بقى في الطبق بتاعنا. تعالوا اهي. تومية دي ولا مش تومية يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ تومية دي ولا مش تومية؟ تعالوا بقى نعمل الشاورما كمان. سيب بقى التومية دي نركنها على جنب، تعالوا نعمل الشاورما. نجيب بقى صينية محترمة كده، صينية حلوة كده، نحط فيها اللي نحطها على النار، ونحط فيها 4 معالق من الزيت. بدل ما بصي احنا اتفقنا ان احنا هنلم كل حاجة عندنا في البيت. معانا 4 طماطمات، بصلتين محترمين، 4 قرون فلفل. كل ده هنجيبه نخرطه زي كأنك هتعملي سلطة بالظبط. نجيب بس كده 3 فصوص من الثوم ونعملهم في الصينية اهو. قلبي بقى كده قلبي براحتك، بصي قلبي قلبي براحتك اهو. ايه رأيك؟ الريحة بقى تطلع كده عليكي، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا مستهوي. والفراخ اللي احنا مبقيينها والله العظيم بصوا هتلاقوها، علشان كانت محطوطة في الفريزر، كل حتة من الفراخ لون، ورك، صدر، اي حاجة حطي. وهنا بصلتين اهم قطعناهم شرايح، اجنحة، مكعبات، براحتك زي ما انت عايزة تقطعي قطعي. شلوحي كده، شلوحيهم وقلبيهم. حط عليهم الطماطم والفلفل والفراخ وقلبي بقى وبهاراتك، وقلبي كل ده كده مع بعض. معانا فلفل اسمر وكمون وشطه وبهارات فراخ. كل ده حطي حطي، ما تستخسريش، اوعي تستخسري في نفسك حاجه. قلبي بقى كده اهو. شفت الجمال والحلاوه؟ شاورما دي ولا مش شاورما؟ احلى صينيه شاورما والله العظيم، وعملت معايا كميه جميله. وتعالوا بقى نعمل سندوتشات الشاورما. الشيف بوريك يا جدعان، يا لهوي يا مستهوي. وهنا بقى جبنا كيس عيش سامي. سامي مين؟ شامي يا جدعان اهو. ونجيبنا كيس عيش سوري، هنحط بقى ده كده. ونجيب معلقتين من اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معلقتين من البتاع ده، تومية، اسمها تومية يا جدعان، تومية. ايوه التومية بقى بتحطها بالكمية اللي انت عايزاها. ونحط بطاطس، ونحط مخلل خيار، طبعا سندوتشات سوري يعني خيار. ونحط بقى حبة بهاريز، مش شاورما دي. الله 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 الله. ولف بقى. الشيف بروك يا جدعان بيلف. شفتوا الحلاوة؟ شفتوا الجمال؟
ونعمل واحد كمان. بصوا والله العظيم الكميه ده اللهم بارك، عملت لي كميه جميله جدا، وفرنا. ادي احنا دلوقتي عملنا سندوتشين ب130 جنيه. كلفوني ايه؟ والله كل المكونات اللي معايا دي، لان الفراخ عندي في البيت، ما كلفتنيش ال130 جنيه. السندوتش بنجيبه، عملت بسم الله ما شاء الله 6 سندوتشات 7 سندوتشات سوري. السندوتش على 65 جنيه. شوفي بقى، 7 في 6 بكام؟ وفرنا اكتر من 450 جنيه. ايه رأيكم؟ وعملناهم في البيت، ما كلفونيش 75 جنيه. كيسين عيش سوري والزبدية، يعني كل ده كلفوني 75 جنيه. طلبات من بره، وانا عملت بقية الحاجة من البيت. ايه رأيكم؟ شفتوا بقى الجمال؟ شفتوا الجمال والحلاوة؟ لايك واشتراك، متنسوش تعملوا سكابرايز. ايه هو اسمه ايه يا جدعان؟ المهم هو ده الأكل.